أو يقرؤون القرآن يمكن أن يعني يلقوا هنالك في السجون. تغيير للتسمية مثلا تركستان الشرقية تغيرت الأوغور، يعني لم تعد هكذا. هي محاولة نعم لطمس المستعمرة الجديدة أو المقاطعة الجديدة بالصين، تغيير أسماء المدن. يعني المدن حينما نتحدث عن مدن تركستان نجد أن هنالك اسما قديما واسما صينيا. في الجامعة هنالك فرض في تدريس المواد العلمية في الصيني، ومحاولة أيضا يعني إخراج الخط العربي منذ البداية. هو الآن يعني ألغي تماما ومنع تماما التدريس بلغتهم التي يتكلمونها وهي الأيغورية، وأصبح التدريس بالصينية بحجة التعليم العلمي ومواكبة التطور في الصين. هي نوع محاولة لإدماج وتصيين هذا الشعب، يعني جعله حتى أنه دخلنا في مرحلة المغالطات التاريخية. هم يقولون أن هؤلاء ليسوا أتراك لكنهم صينيون أصلا، صينيون مسلمون هكذا. لكن في الواقع ليس هذا الحقيقة. يعني إذا قرأت حضرتك في رحلة ابن بطوطة وهو ذكر أن هو راح الصين وقال مجموعة عبارات هذه، ويقول سمعتهم يقولون كذا وكذا وزرت أماكن كذا، عندما تقرأ أسماء هذه الأماكن وتسمع هذه العبارات هي أماكن تركية يتكلم، والعبارات التي ذكرها هي عبارات تركية. إذا الأتراك هم أصحاب هذه الأرض بعمق التاريخ كله، لكن في إطار محاولة إدماج القصر لهذه المنطقة في الصين يتم إشاعة أن هذه المنطقة هي صينية وهؤلاء هم صينيون، لكن لغتهم تأثرت. اللهجة الأيغورية هي إحدى اللهجات التركية، يعني التركي في تركستان وفي أوزبكستان وفي تركيا وفي أذربيجان يتفاهمون، إذا تقابلوا يتفاهمون لأنهم يتكلمون لغة واحدة. فالإجراءات التي اتخذت من جانب الصين هي يعني يقولون صيننة أو تصيين هذا الشعب التركي المسلم. فنرجع للنقطة اللي كنا انطلقنا منها من البداية، هل هي موقفها من الإسلام بلا شك ومن الدين بشكل عام، لكن لأن الإسلام منهج حياة وليس مجرد عقيدة. فالصلاة تمنع الصلاة لأقل مثلا من سن 50 سنة، ممنوع أنك تدخل المسجد. لتذهب إلى الحج لابد أن تكون تجاوزت 50، ويكلفون بإيداع مبالغ هائلة جدا يعجزوا عنها كضمانات قبل السفر. ومن أغرب ما يحدث هو تهجير يعني سياسة التهجير. يعني رغم أنه يقال أن يعني تركستان تحت الحكم الإداري يعني وهذا كذب، يعني ليس حقيقة. هو الاسم ليها أنها منطقة الأيغور ذات الحكم الذاتي. لكن أين هذا الحكم الذاتي؟ أن هنالك كذب بأن هناك إدارة محلية لتركستان، هذا لا توجد إدارة محلية. الإدارة يسيطر عليها الصينيون بالدرجة الأولى، جميع الوظائف الرسمية العليا يسيطر عليها الصينيون، حتى لا يترك لأهل تركستان إلا الوظائف التي نقول أنها من الدرجة الأدنى، يعملون بالفلاحة يعملون بالزراعة، لكن ليس لهم أن يشتغلوا في أي نوع من الوظائف التي يعني لها درجة أرقى من هذا، مع الوضع في الاعتبار أن تركستان هي عصب الاقتصاد الصيني يعني اقتصاديا، وده من أحد الأسباب التي تجعل الصين متمسكة مستميتة، لأن أولا المشروع أنه الصين يعتمد على اليورانيوم الموجود في تركستان بكميات هائلة. الصين في انطلاقتها الاقتصادية التي غزت بها العالم كله هي تحتاج إلى البترول والطاقة، وهذا البترول والفحم يؤخذ والغاز الطبيعي بمليارات. نتحدث عن يعني اقتصاد تركستان المنهوب من قبل الصين، وفي المقابل يعني الوظائف الدونية لشعبها الأصلي، وكذلك التغيير الديموغرافي الذي حدث في تركستان. أسمع منك الإجابة ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في برنامج قنادي، لقاء الأستاذة الدكتورة ماجدة مخلوف والحديث عن تركستان الشرقية. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتورة، قبل الفاصل قلت لك نتحدث عن الواقع الاقتصادي الذي يدفع بالصين للتمسك بهذه المنطقة، وأيضا نتحدث عن التغيير الديموغرافي. هناك تغيير ديموغرافي خطير حدث في تركستان، من 95% يعني نسبة المسلمين الذين هم أصحاب الأرض الحقيقية إلى دون 50% الآن، دون 50% بسبب أعمال التهجير. نبدأ مع الواقع الاقتصادي الذي يدفع بالصين إلى التمسك بهذه المنطقة، ووجود النفط والغاز وأيضا اليورانيوم الذي أفادت منه الصين في صناعة القنبلة النووية الصينية والتفجيرات الصينية المستمرة في هذه المنطقة. يعني اسمح لي او خلينا نقول قبل ما اتكلم على الاهميه الاقتصاديه، انا هتكلم عن موقع تركستان. نعم. موقع تركستان الحقيقه له يعني قيمه استراتيجيه كبيره جدا. الدول المحيطه بروسيا، كازاخستان، اوزبكستان، افغانستان، باكستان، الهند، الصين، التبت، منغوليا، كلها بتمثل أهمية بالنسبة للصين. أولا بتعتبرها كحائط صد ضد كل هؤلاء الجيران الذين قد يزعجوا الصين. طبعا لديها عدد هائل من يعني الجوار كشمير، وفي يعني قسم كشمير في بين الهند وباكستان، ولديها أيضا مع حدود مشتركة مع الصين التي هي الآن جزء منها، ومع منغوليا، ومع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ومنشوريا وسيبيريا. يعني الحدود متسعة، يعني هي كما يقولون عليها مفتاح آسيا. نعم. تستطيع منها أن تصل إلى كل منطقة في آسيا. الصين في تخطيطها إحياء طريق الحرير القديم. نعم. وهذا الطريق هو يمر من تركستان بالدرجة الأولى، واخد بال حضرتك؟ فهو من ناحية الموقع هو مهم جدا بالنسبة للصين. من الناحية الاقتصادية زي ما حضرتك تفضلت وأشرت، اليورانيوم موجود بكميات هائلة جدا. قد لا تسعفني الذاكرة الحقيقة في ذكر أرقام أو إحصائيات، لكن ما نعرفه أن ما فيها من البترول يفوق ما لدى العراق مثلا ب2.5 وما لديها من الذهب بمئات الأطنان، الفحم، اليورانيوم، الغاز الطبيعي. إذا الصين في انطلاقتها الاقتصادية هي محتاجة إلى مصادر الطاقة هذه، وهي موجودة في ربما هذا ما دفع يعني الصين إلى إنشاء أول خط حديدي في عام 68 بين عاصمة تركستان وعاصمة الصينية طبعا لنقل الفحم ونقل المواد الخام التي هي هذا طبعا إضافة إلى القمح والقطن وأيضا من منطقة فواكه يعني بالضبط. النقطة الثانية إن دي مناطق زراعة يعني غير عادية، والتركستانيين يشتغلون بالزراعة، فيها ثروة حيوانية. يعني الثروة الحيوانية يعني ثروة حيوانية هائلة، ثروة حيوانية هائلة جدا. إذا أصبحت تركستان هي فعلا بتمثل يعني عصب بالنسبة للاقتصاد الصيني، ذا صاحب المليار وكام مليون نسمة، فضلا عن المساحة نفسها مترامية. يقولون أنهم في مخططهم أن ينقلوا 200 مليون صيني ليعيشوا في تركستان، وأن الأرض تسمح بهذا. نعم. وفيها المياه، فيها أنهار، فيها أكثر من 45 نهر أساسي غير القنوات والمياه باطن الأرض، عيون الماء. وهي منطقة فاتنة في الطبيعة وفي الجمال. بالضبط. فمن الناحية الاقتصادية بتمثل عصب الاقتصاد الصيني حاليا ومستقبلا. يعني من حيث المستقبل